سرقوا الحجر الأسود 22 سنة واستباحوا الكعبة وخلصوا على الحجاج. القرامطة. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. الحكاية بتبدأ بعد استشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه في موقعة كربلاء سنة 61 هجريا 680 ميلاديا. بعدها ظهرت حركة قوية بتؤيد آل البيت ضد السلطة الأموية والعباسية من بعدها، وكانوا شايفين إن العلويين هم الأحق بالإمامة وسموا نفسهم شيعة آل البيت، لأنهم شايفين إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصى إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكون خليفة أو إمام من بعده هو وأحفاده وأولاده من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد كان لحد ما وصلوا للإمام السادس جعفر الصادق، واللي بوفاته سنة 148 هجرية حصل انشقاق للشيعة. مجموعة منهم شافوا إنهم لازم يكملوا بترتيب الأئمة ال12 اللي بيقول إن بعد جعفر الصادق يتولى من بعده ابنه الكبير موسى الكاظم، لحد ما يوصلوا بالترتيب للإمام محمد المهدي، واللي مسميينه الإمام الغائب اللي لما يرجع هيملى الدنيا كلها خير وعدل. ودول سموا نفسهم الشيعة الاثنى عشرية. والجزء الثاني شافوا ان الأحق بالخلافة هو إسماعيل ابن جعفر الصادق، وبيقولوا ان دي وصية جعفر الصادق نفسه، وعشان إسماعيل توفى قبل والده جعفر الصادق نصبوا ابنه محمد ابن إسماعيل الملقب بالمكتوم.